السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ انا شيماء العدو، ودي قناتي. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل نوع من انواع البقسماط، بس مخدوم وسهل وبسيط، وبرده مش هياخد معانا وقت ولا مجهود. عايزة اقول لكم هش كده وبيقرمش، وفي نفس الوقت مش هنحط عليه خميرة. البقسماط ده خطير يا جماعة، لازم تجربوه. ده غير ان احنا هنعمله في الخلاط كده في 5 دقايق، وهنشكله في 10 دقايق بالظبط يا جماعة. يعني اسهل طريقة للبقسماط ان كان في التشكيل ولا في العمايل، سناكس سريع كده مش هياخد معاكي وقت ولا مجهود. والمقادير زي ما احنا متعودين، بالجرامات وبالكوباية. وتحية من الفيديو ده لأهل الجزائر، لأن مخبوزاتهم مميزة جدا جدا يا جماعة. يا ريت بقى كل اللي حابب يكمل معانا الطريقة والفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وأهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو جديد هننزله إن شاء الله. ويلا بينا بقى نسمي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا بقى نبدأ في الطريقة. ودلوقتي بقى معانا اول حاجه في المقادير، معانا كده كوبايه من الحليب. حجم الكوبايه اللي انا مستخدماها حجمها 250 مللي، قد اكبر حاجه من الكوبايات المعياريه. وزن الحليب اللي موجود في الكوبايه وزنه كده 225 جرام. بعد كده بقى هضيف كده كوبايه من السكر. وزن السكر اللي موجود في الكوبايه وزنه كده 200 جرام. ولاحظوا كده، انا بعاير المقادير كلها بنفس الكوبايه. عايري باي كوبايه، بس اهم حاجه الكوبايه اللي هتعايري بيها هتعايري بها كل المقادير. دلوقتي بقى معايا كده كوبايه من السمنه على زيت، يعني خليط سمنه على زيت. يعني نص الكوبايه سمنه ونصها زيت كده زي ما انتم ملاحظين. وزن الماده الدهنيه اللي انا استخدمتها النهارده وزنها كده 225 جرام. وطبعا تقدري تستخدمي الماده الدهنيه كلها سمنه او زيت، بس لو تستخدمي الماده الدهنيه كلها سمنه يبقى ساعتها مش هتقدري تستخدمي شفشق الخلاط، لان ساعتها الخلاط مش هيدور معاكي. فعلشان كده لازم ساعتها بقى تستخدمي يا اما المضرب اليدوي يا اما المضرب الكهربائي. دلوقتي بقى هضيف كده كيس من البيكنج باودر او خميره الحلويات. وزن البيكنج باودر اللي انا حطيته وزنه كده 16 جرام. ولو ما عندكيش اكياس هتضيفي معلقه كبيره كده مليانه بشكل هرمي من البيكنج باودر او خميره الحلويات. بعد كده بقى حطيت رشه صغيره كده من الملح علشان تبرز لي الطعم. وهغطي بقى على الخلاط كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي اضرب الخليط. في الاول كده هتلاحظوا ان الخليط سايل، هندننا نضرب فيه كده لغايه لما الخلاط يقف معانا. هي مجرد بس 5 دقايق هتلاقي الخلاط وقف معاكي بالشكل دوت. كده خلاص الخليط بتاعنا انضرب كويس جدا جدا. يعني اول ما تلاقي الخليط كده تقل معاكي اعرفي كده ان هو انضرب كويس جدا جدا. دلوقتي بقى هجيب بوله فاضيه كده وهفضي فيها الخليط، وانزلي بكل نقطه في الذره علشان خاطر ما تاثريش على القوام بتاع الخليط. يعني لما تيجي تحطي الدقيق او الطحين ما تاثريش على قوام العجينه. وحابه اقول لك على معلومه، انت في الطريقه دي مش شرط تستخدمي المضرب الكهربائي او شفشق الخلاط. تقدري تستخدمي ايديكي او المضرب اليدوي، بس اهم حاجه ان انت تدوبي السكر كويس جدا في المرحله دي. طيب دلوقتي بقى هضيف كده معلقه كبيره كده من اليانسون. وتقدري تخلطيها كده من اليانسون على الشمر، يعني تحطي معلقه كبيره كده من مطحون اليانسون على الشمر. انا طحنت كده المعلقه كده نص جرشه، يعني مش طحنتها طحنه ناعمه. وتقريبا اليانسون يا جماعه بيسموه في الدول العربيه بيسموه حبه الحلاوه. لو عندكم تعديل على الاسم تقدروا تكتبوا لي كده في الكومنتات، لان طبعا انا مش عارفه المعلومه صح ولا غلط. دلوقتي بقى هعمل هضيف كده الدقيق او الطحين. يعني بعد ما قلبنا اليانسون في الخليط هنضيف الدقيق او الطحين. هنضيف بقى قد ايه من الدقيق او الطحين؟ هنضيف كده 5 كوبايات وربع ممسوحين من الدقيق او الطحين، من نفس حجم الكوبايه اللي عايرنا بقى كل المقادير. يعني الكوبايه اللي هتعايري بقى السمنه هي اللي هتعايري بقى الحليب، هي اللي هتعايري برضو بقى الدقيق. هتنخلي الدقيق الاول وبعد كده تعبيه كده بالمعلقه. لا تهزي الكوبايه ولا تضغطيها بالدقيق. هتعبي 5 اكواب وربع وتحطيهم. حسيت ان العجينه طريه معاكي كده وبتلزق لسه، ساعتها بقى هتضيفي معلقه كده او 2 من الدقيق بالتدريج لغايه لما العجينه تلم معاكي كده وتبقى عجينه طريه كده بس ما بتلزقش. شايفين ما شاء الله العجينه طريه ولينه معانا وفيها لمعه كده. اوعي العجينه تطفي معاكي، لو طفت معاكي يبقى ساعتها كده انت زودتي شويه دقيق. طب افرض انت زودتي الدقيق زياده عن اللزوم، ساعتها هتعملي عادي جدا هتحطي كده معلقه واتنين كمان من الحليب. ولو ما فيش حليب ساعتها تقدري تضيفي ميه عادي جدا، مش هيحصل اي حاجه. العجينه مش معقده يا جماعه، وتقدروا ان انتوا تعالجوها. بس طبعا يستحسن انت تنزلي بالدقيق كده بالتدريج، ما تتسرعيش في نزول الدقيق. يعني ساعتها كده انزلي ب5 اكواب الاول وسيبي كده ربع كوبايه. لقيت العجينه محتاجه هتضيفي ربع كوبايه بالتدريج. وده علشان انت اللي تتحكمي في العجينه مش العجينه اللي تتحكم فيكي. طيب دلوقتي بقى انا بعمل جبت صاج كده مدهون دهنه كده من الزيت، وهجيب كده كوبايه من السمسم.
والسمسم ده يعتبر متحمص كده نص تحميصه، يعني قلبته كام تقليبه كده على النار بس مش لدرجه تحميصه كامله. طيب دلوقتي بقى هنشكل البقسماط ازاي. هنجيب بقى قطعه من العجين كده وادمجها كده بين ايديا، وهبتدي اعملها كده على شكل صباع. وبعد كده بقى هاخد الصباع ده كده على كف ايدي بالعرض، وهبتدي بقى ابرمه كده برمه حلوه على كف ايديا، وده علشان يطول معايا كده بالحجم اللي انا عايزاه. وبعد كده بقى هنزل بيه بالسمسم كده زي ما انتم ملاحظين، وهبتدي الف في السمسم كده لفه. وبعد كده هطلعه من السمسم على كف ايدي كده، وابتدي بقى ان انا اثبت السمسم عليه كده برضو بايديا. لازم تثبتي السمسم عليه كده بكف ايديكي علشان خاطر السمسم يثبت في العجينه، ما ينزلش منها بسهوله. شايفين بقى طريقه التشكيل سهله وبسيطه خالص ازاي؟ طبعا احنا عملنا قبل كده البقسماط العادي على القناه اللي مش محطوط عليه سكر خالص، تقدروا تشوفوا لو انتوا حابين تشوفوه. وعملنا القراقيش اللي على حرف اس، برضو طريقتها موجوده على القناه. وعملنا معجنات ومخبوزات كتيره جدا جدا من معجنات الافران، تقدروا تشوفوها لو انتوا حابين. في لينك تحت في صندوق الوصف مكتوب عليه معجنات ومخبوزات، لو ضغطتوا عليه هتدخلوا على كل انواع المعجنات الموجوده على القناه، او هتكتبوا الحاجه اللي انتوا عاوزينها وجنبها اسمه وتبحثوا. القناه دي موجوده على اليوتيوب يا جماعه. ودلوقتي بقى زي ما انتم ملاحظين انا هكمل باقي الكميه مع نفسي كده، وهرجع لكم تاني علشان مش هطول عليكم مده الفيديو. وده كان اول صاج معانا شكلناه يا جماعه. طبعا هما يطلعوا معانا صاجين، هيطلع معانا كميه حلوه قوي قوي من حوالي كده نص كيلو دقيق وشويه. شايفين؟ ده اول صاج طلع معايا. بسيب مسافه كده بين كل واحده والتانيه، طبعا هو ما بيفرش معانا ولا بيحصل له اي حاجه، بس طبعا لازم برضو تسيبي مسافه، وده علشان البقسماط يتحمر كده من كل حته ويستوي كويس جدا جدا ويقرمش معاكي. طيب بالنسبه بقى لدرجه حراره التسويه، هنسويه على درجه حراره كام؟ هنسويه على درجه حراره 160. ولو الفرن بتاعك بطيء شغليه على درجه حراره 170. اهم حاجه ان احنا نسويه على درجه حراره اقل من المتوسطه، وده علشان ينشف معاكي كده ويقرمش كويس جدا زي ما انت كده شفتيه في اول الفيديو. وطبعا بنكون مسخنين الفرن قبلها كده ب10 دقايق، وبندخله على فرن سخن. بتحط الصاج كده في الرف الوسطاني، ولو الفرن كهربا بتشغلي فوق وتحت والمروحه، وزي ما قلت لك كده بتحط الصاج في الرف الوسطاني. لو فرن البوتاجاز برضه هتحط الصاج في الرف الوسطاني وتشغلي من تحت الاول، واول ما البقسماط يستوي من تحت ويتحمر بتروحي بقى طافيه من تحت ومشغله الشوايه على وشه. وزي ما انتم ملاحظين كده البقسماط بيتكلم عن نفسه يا جماعه، مش محتاج كلام. ده غير طعمه وريحته، عايزه اقول لكم ماليه البيت. وان شاء الله تجربوه تدعوا لي دعوه كده حلوه بالخير. والمقادير حاسبها لكم تحت في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه. واللي ما يعرفش مكان صندوق الوصف اضغطوا على عنوان الفيديو او دوسوا عليه هيظهر لكم كلمه المزيد. اضغطوا على كلمه المزيد هيظهر لكم تحت المقادير في صندوق الوصف. وزي ما قلت لكم في لينك تحت مكتوب عليه مخبوزات ومعجنات، لو ضغطتوا عليه هتدخلوا على كل انواع المخبوزات اللي موجوده على القناه. ودلوقتي بقى يا ريت كل اللي وصل للحته دي من الفيديو ما ينساش يحط اللايك، الفيديو جميل ويستاهل لايك. وبالنسبه بقى لضيوفنا الجداد اللي اول مره يشوفوا القناه وعجبتهم القناه وحابين يشتركوا فيها، اكيد يشرفنا اشتراكهم. بس ما ينسوش يفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلهم اشعار بكل فيديو جديد هننزله ان شاء الله. اترككم في رعايه الله وامنه. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.